أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في موسمه الثاني فول مارك في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. والعنصر النسائي يطل بطلته الأولى في هذا البرنامج من الموسم الثاني، وما لقيتش إن أبدأ الطلعة دي بأكتر واحدة ذكية، أكتر واحدة عندها معلومات، عزيزة جدا على قلبي، بنت جامعتي ودفعتي، كانت دحيحة. ماشي، يعني علم على دحيحة دي إيه كذا خط كده لان ممكن نشك فيها. استاذ ريم نبيل، مساء الانوار. استاذ ريم يا استاذ ريم، شكرا يا جماعه. انت كسرتي حاجه، كسرتي حاجه. اديتي برجلك للليد، وقعتي. ده ايه ده يا جماعه؟ الليد حبك يخش في السوكسي بتاعي. والله العظيم شكرا على التقديمه الجميله دي اللي كلها كده. بس قول الصراحه، هل انا كنت من الناس الفاشله في الجامعه؟ قول الصراحه، من الناس بقى اللي بتطلع بملحق بقى والجو. لا يعني انت بصراحه من اول سنه لاخر سنه متخرجين مع بعض. ايوه، وعلى فكره ما عدتيش حاجه. وما كنتش اصلا في الصيف فيش حاجه، وحياه ربنا ما انت اكيد مش تفتكر عشان اكيد مش متابع نتيجتي كل سنه. لا بس انا عارف كنت بتنجحي معانا، بس وما كانش في بقى عليا ماده لا للامانه لا، دي انا فاكرها. لا فكنت بنجح تمام كل حاجه زي كانت بتستر والله. كانت بتتستر. عمر هو اللي كان من الناس اللي شاطره في الجامعه، الله يكرمك. كنا بنروح نتلزق فيه كده عشان ناخد اي ملخصات ولا اي حاجه، لو مفيش حاجه علينا. طيب بس فعدت والله. بصوا يا جماعه، ريم انا المفروض كنت اجيبها في حلقه بودكاست ماتش ودي، وكنت متفق معاها، ولكن عملت حركه كده. هي لو طلعت من اي حد تاني كنت غضبت عليه، كنتش كلمتها تاني خالص يعني. بس هي للاسف عشان انا عارف ايه السي في وعارف الباك جراوند جايه منين، فكلمتها وقلت لها طب احنا كان في ما بيننا طلعه في البودكاست. قالت لي ايوه صح، امتى؟ يلا بينا. قلت لها انت جايه فول مارك. فهي عارف صوت صرصور الحق، هي مش عايز تيجي، بس انا جبتها غصب عنها. لكن ده ما يمنعش ان انت مش طالعه في البودكاست، علشان بجد ماشي. ده كده في حلقه في البودكاست، يبقى ما ترديش عليا بقى تاني. لا انا فعلا ما رضيتش عليه، بس ده شرحت عشان هصوره في الصيف. لا شرحت في الصيف برضه، في شهر بقى 6 7. ماشي عشان بس اراهنك لما اكلمك هتقولي اصل انا مسافره. لا والله العظيم. لا انا فاهم، مصدقك والله. طالما انا جيت، انت بجد ما ينفعش تسمي البرنامج فول مارك اصلا، لازم تغير اسمه. بص انت شفت الحلقات اللي انا بعتها لك، فاهمه تقسيمه البرنامج عامله ازاي؟ فيها اسئله سهله واسئله متوسطه واسئله صعبه، وبين المتوسط والصعب في فقره بونص. ماشي. المتوسط 5 اسئله وكلهم 5. اللي في النص اللي هي البونص دي 20 سؤال سريع، هم كانوا 10 انا زودتهم الموسم ده. وعندك وسائل مساعده. ايه بقى؟ مين اكلم الاثنين الجمال دول؟ يعني في الكيس بتاعتك ممكن اتغاضى عنها، بس على حسب اشوفك انت هتمشي ازاي في الجيم. ماشي. عندك حذف اجابتين، عندك اتصال بصديق، عندك في المستوى المتوسط عندك حاجه اسمها الطياره. دي بقى ايه اللي هو لو عطلتي في الاجابه مش عارفه تستخدميها هتقولي استخدم الطياره، هديكي درجه السؤال ونخش في اللي بعديه. ماشي. وعندك استخدام الاي اي. تمام. ماشي. والحاجه الاخيره تغيير السؤال، بس ده في الصعب بس. طيب ماشي. وانا ماشي هلحقك كده يعني. كده هتقولي هلحقك، مش هغدر بيك. ماشي، بس انا ليا الحق استخدم الحاجات دي يعني في اي وقت، بس مش في السهله. لا عادي، وعايزه تستخدمي في السهل استخدمي، بس لو استخدمتي دي هتبقى في صورتك انت. صح. ايه ده الغباء ده؟ يعني دي هتبقى في صورتك انت، عايزه تستخدميه في السهل دي حاجه ترجع لك انت. الحنكه انك تحاولي تاجلي كله للمتوسط، ان انا امشي واخد بعضي واستاذن. بالظبط، الكرامه بتاعتي. جاهزه؟ انا جاهزه وحياه ربنا. خلينا نشوف استاذه ريم نبيل هتعمل ايه في فول مارك في هذه الحلقه، ونبدا بالمستوى السهل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. معاكي في الفقره السهله 5 اسئله، وكل سؤال 5 ثواني. حرام والله. ماشي. المتوسط والصعب 30 ثانيه، فده فير. مش انت اصلا انا هسمع السؤال في 5 ثواني، فحرام. لا هيعد التايمر بعد ما اخلص الاختيارات. طيب. ماشي. طيب. ما انا مش برضو مش هذلك. ماشي. السؤال الاول، ما هي العمله الاكثر تداولا في العالم؟ اليورو، الدولار الامريكي، الين الياباني، الجنيه الاسترليني. الدولار الامريكي. مش عارفه الدولار الامريكي اكيد. ايوه طبعا. 5 ثواني عدوا، هضطر اخد الاجابه وهي اجابه صح. ايوه، اصل يعني عيب قوي ان انا ما اعرفش دي. السؤال الثاني بيقول الشمس بتطلع من جهه ايه؟ الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. الشرق. احنا يوم القيامه ولا ايه؟ كويس، كتر خيرك. السؤال الثالث، ماشي. ايه هو الغاز اللي بنحتاجه عشان نتنفس؟
النيتروجين، الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، الهيدروجين. الاكسجين. ماشي. هو عامل يعني رقم واحده في ثانيه ابتدائي. وانسى اربح البونبون. احمد حلمي لما جاب اطفال. ايه قاعد اعمل كده. طيب السؤال الرابع، نظام التشغيل اندرويد مملوك لاي شركه عالميه؟ جوجل، مايكروسوفت، هواوي، ميتا. مايكروسوفت. جواب نهائي؟ يبقى اكيد يبقى غلط. وقت خلص. ما انا ايه غلط. ليه؟ مين؟ جوجل. ايوه كنت حاسه. جوجل. ماشي. طيب خلصوا الاربع اسئله. جبت 4 من 5. لسه فاضل السؤال الخامس. ماشي. السؤال الخامس هو AI. هوريكي صور تقولي لي مين فيها AI ومين فيها الحقيقيه. ماشي. تمام. يلا جاهزه يا استاذه؟ يلا جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، دي اول واحده ودي الثانيه. ايه الهبل ده؟ ده السهل. دي اللي هي اللي على الشمال AI. دي AI. ودي الحقيقيه. دي مين حقيقيه؟ اللي على الشمال AI واللي على اليمين حقيقيه، ودي اجابه صحيحه. أيوة. برافو عليك. الحمد لله كنت هتخضني. برافو عليك. انت انا حسيتك توترتي في النص، قلقتي. باينين قوي. اصل AI بيوتر دلوقتي. بيوتر قوي وحياة ربنا ما بقتش عارفه. ما بقيتش عارفه الصح أيوة. من الغلط فين. لا بس لا الحمد لله. طيب عدينا اول مرحله، ده المستوى السهل. الحمد لله. 8 من 10. ها ماما هتفرح قوي. كانت يعني بتقعد تزعل عشان اجيبها في ابتدائي دي. هتتفرج على الحلقه؟ اكيد هتتفرج. هتتفرج على الحلقه يعني لحد هنا هفرجها. لحد هنا هفرجها. اللي بعدين اللي هيحصل بعد كده ايه. تحياتي لك يا طنط، في ايدك انت ربيتي جوهره على يدي، جوهره. طيب خلينا نروح للمستوى المتوسط ونشوف ريم هتعمل فيه ايه. طيب نبدأ بأول سؤال في الفقرة بتاعة الأسئلة المتوسطة. ماشي. اللي فات ده كان لعب عيال. اللي فات ده كان فشار كده. نقنقة. ركزي معايا. السؤال الأول بيقول: من هو الحيوان الذي يمتلك أعلى ضغط دم؟ هل هو الفيل، الزرافة، الحوت، وحيد القرن؟ هو المفروض أهبد؟ استراتيجيتك بقى، لأن أنت عندك وسائل مساعدة، فأنت لو خلصتي كل وسائل المساعدة على الأسئلة المتوسطة يبقى ليلتك مش هتبقى حلوة في الصعب. الحوت. جواب نهائي؟ لسه معاكي وقت. الفيل. جواب نهائي؟ لسه معاكي 20 ثانية. الزرافة. عشان عالية فضغطها عالي. الضغط عالي يعني. طب يعني هتاخدي الفيل لما يطلع الدم فوق. آخر 5 ثواني هتاخدي مين؟ آخر حاجة قلتها ايه؟ انت قلت الزرافة. الزرافة ان شاء الله. جواب نهائي؟ جواب نهائي. انت قلت الزرافة ليه؟ عشان راسها طويلة، فعلى ما الدم يطلع الضغط بيعلى. الدم بيلاقي يخرب بيت امك. فالدم نفسه اصلا بيعلى. فبيتعب. الدم ضغطه بيعلى اصلا هو نفسه. وبغض النظر عن كل اللي اتقال هي صح. يا لهوي. بس بغض النظر عن كل اللي اتقال. طب ليه بقى ضغطها عالي؟ انا لا ما عنديش المعلومه. لا ما عنديش المعلومه، بس هي اعلى حيوان يملك ضغط عالي. تمام ماشي. انا قلت الحوت عشان تحت الميه، فضغط الميه فجت يعني، قلت اركبها كده بس ما ظبطتش. بس قشطه خلاص كمل بالك اني قلت حاجه. السؤال الثاني: اي كوكب من الكواكب اللي انا هقولها دي بيشتهر بوجود حلقات ضخمه تدور حواليه؟ يعني الكوكب حواليه حلقان ضخمه بتلف كده حواليه. هو مش المفروض كل الكواكب كده؟ مش كله. بجد مش كله؟ لا يا فندم مش كام حاجه منهم يعني؟ مش كله. وحلقاته ضخمه. ماشي. المشتري، المريخ، زحل، نبتون. نبتون. جواب نهائي؟ يا نهار اسود هنمشي كده. مشتري، مريخ، زحل، نبتون. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومشتري اخر حاجه. بجد ماشي. ايه بقى يا براحتك. استاذ جورج؟ ايه استاذ جورج؟ غلط. زحل. يا ابن اللذينه. طيب السؤال الثالث، وبفكرك لسه عندك وسيله المساعده الطياره واي وسائل مساعده اخرى. ماشي. بس انت شكلك في استراتيجيه كده هترمي كله في الاواخر. اصلا بس اذا كنت بعمل كده هنا انت فاهم اعمل ايه هناك. ماشي. طيب السؤال بيقول، سؤال تريكي فانت شغال دماغك فيه. كم سنه استمرت حرب ال100 عام بين فرنسا وانجلترا؟ 90، 100، 116، 120. هي 100 عام فاكيد 100. ايه يا جماعه في ايه؟ ما هو مش محتاجه والله. حرب ال100 عام هتستمر كام؟ 90 سنه مثلا؟ ايه ال10 دي ايه؟ واخدينها كده اوفر يعني؟ عندك 15 ثانيه. انت قلت 100 90، 100، 116، 120.
ماشي ممكن تكون 116 عشان الرقم مش حلو فقالوا مش هنقول 116 فهنسميها الحرب ال100 عام، عشان اكيد مش هنسميها الحرب ال 116 عام. يعني جواب نهائي 116. 116 انت قلت 30 ثانيه خلصوا. عملت كده بقى ايه كام؟ صح 116 بجد والله، وهم ما سموهاش يعني عشان هم كرييتيف وكده. كانوش فاضيين. قالوا وحشه قوي 116. لا لا دي لا مش هتشد الناس في التاريخ. هي 100 لازم نعمل لها رقم مقفول صح؟ بس تزودوا 16 سنه زياده كده. الله تحفه. ما انا قلت لك في الاول سؤال تريكي. والله صح. رحت قايله 100. ما انا قلت ده التركايه هنا. التريك مش العكس. السؤال الرابع. ما هي القاره التي تقع فيها دوله البرازيل؟ ماشي. انا عارف انت هتتلخبطي والله. امريكا الجنوبيه، أيوة. امريكا الشماليه، اسيا، اوروبا. وعندك وسيله المساعده بتاعه الطيار. طياره يلا نطير. نروح البرازيل اعرف بقى اسال هناك. ها طياره طبعا والله. ماشي هديك الطياره وهتاخد ال4 نقط عادي جدا. بس انا عندي سؤال بالله عليكي، انت ما عارفه البرازيل فين؟ والله ما اعرف. طب انا سؤال، انا ليه ممكن اعرف البرازيل فين؟ ليه انسان ليه؟ ما عادي؟ انت ما خدتيش جغرافيا؟ اخدت بس انا بنسى. هو انت ما خدتيش رسم الخرايط والكلام ده كله؟ كنتش بترسمي في المدرسه؟ انا بقى بنسى والله العظيم بنسى. انا طب انت شاكه في ايه؟ البرازيل بالعقل. ايوه امريكا الشماليه، جنوبيه، اسيا، اوروبا. انا حاسه يا هنستبعد امريكا مين؟ يا جنوبيه يا شماليه. برافو عليك. لا انهي واحده فيهم بقى؟ أوروبا. صح برافو عليك. عشان تعرف بس ان هي مش للدرجه. لا برافو عليك. ماشي. امريكا الشماليه. الحمد لله انت خدت الطياره فعلا. الحمد لله ده من ستر ربنا. من ستر ربنا عليك. في امريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه. طب عامه تحفه عشان انا هخرج بمعلومه النهارده. طيب تعالي نروح للسؤال الخامس وده السؤال الاخير في الفقره دي. ايوه. وهو الايه؟ الصوره. الصوره. اديك الصوره بقى تانية بقى ايه؟ اي اصعب سيكه. دي واحده. ماشي. ودي التانية. اللي هي اللي على الشمال اي. دي الاي اليمين. ودي الحقيقيه. دي الحقيقيه. صح بجد؟ صح برافو عليكي. برافو عليكي. شاطره والله يا ريم. يا الله اكبر ايه ده؟ كده برضو انت وقعتي سؤال هنا في المتوسط. طب ده كده حلو. ولكن ما شغال، مش زحل بوظ الدنيا خالص. ولكن خلينا نروح للصعب. ولكن قبل الصعب البونص 20 في 60 ثانيه. معاكي دقيقه. عايز بقى اسمع اجابات. ماشي. حاسك قلقانه. طبعا. نشوف بقى البونص هيعمل ايه. خش يلا. طيب البونص 20 في 60 ثانيه. جاهزه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الفصل اللي بيجي بعد الصيف؟ الخريف. ماشي. القمر لونه ايه؟ معتم. ماشي. يعني ابيض. ماشي. عاصمة روما، عاصمة ايطاليا. روما. ماشي. كم يوم في السنة الكبيسة؟ 365 66. كم عايز رقم؟ 365. طيب كم لون في إشارات المرور؟ 3. كم لتر في الكيلو؟ ماشي. كم صفر في المليون؟ 6. صح. عدد ألوان علم الجزائر؟ الجزائر 4. يا ليلى يا ليلى. عاصمة لبنان؟ بيروت. كلمة استفسار كم حرف؟ 6. يا ليلى. الآلة الموسيقية التي لها 88 مفتاح؟ ايه ده العود ده ولا ايه؟ العود. مين بطل فيلم تايتانيك؟ يا نهار اسود نسيت اسمه. الوقت خلص. عمرو يوسف. هو اللي علم لغوي. لا. طيب بص انا هعمل معاكي ديل. ثواني هو خلصوا ال20؟ لا ال20 ما خلصوش، انت لسه في تكمله اسئله بس الوقت اللي خلص. تعمل لي بارت 2 اسئله دي. انا هعمل فيكي عامله. ايه؟ هتزود لك 10 ثواني. ماشي. وهسالك فيهم اللي هيجي منهم. امين؟ 1 2 3. برج ايفل موجود فين؟ فرنسا. ماشي. عكس كلمه قصير؟ طويل. عاصمه امريكا؟ نيويورك. الوقت خلص. هي كانت واشنطن. انت عارفه ان كام يوم في السنه الكبيسه؟ انت جبتيه صح وبعد كده رجعتي في كلامك. 66. ايوه عشان في شهر بيجي يوم زياده. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 من 20. ما شاء الله. الله اكبر. فاكره فيلم بتاع ماجد الكدواني لما هم زغراتي يا حاجه زغراتي يا ست؟
والله العظيم ما شاء الله عليك. انت غلطتي في كام يوم في السنه الكبيسه، كام لتر في الكيلو، دي كام كانت لتر 1000. في الكيلو؟ عدد الوان علم الجزائر 3. 3. انت قلت 4. اه الاله الموسيقيه اللي فيها 88 مفتاح. 88 مفتاح. بقول لك مفتاح، قلت العود. العود اوتار. اه صح. ايه دي؟ دي ايه ده بيبقى اسمه ايه اصلا؟ مش عارفه اسمه اصلا. طب ما خلاص كتر خير الدنيا. البيانو. ايه ده بيانو؟ امال ده ايه؟ اصل انت بتعمل كده، انا ده فاكره أيوة اللي هي دي كده. دي القانون. القانون. دي أيوة اوتار فاكرة برضو. القانون، أيوة. هو انت ليه الاوتار عندك مفاتيح؟ طيب يعني كده الفقره البونص 8 من 20. يا ليله بقى من بس الصعب. انت ما قلتش ال20 يا عمر، ده كده ظلم. ايوه انا، ما هو انت اللي، ما انت بتاخدي وقت في الاجابه. طب يا وقتك جماعه هو بيعدي. ما قالش ال20، 8 من 20 اللي هو اصلا ما قالهمش. بقول لك ايه، انا مديكي دقيقه و10 ثواني زياده. حياة ربنا. ماشي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده ما حدش بجد خدها ولا والله. هياخدها ال10 ثواني اللي اديتهم لك دول. ماشي، انت ماشي. زمان اللي من غير ده السؤالين غير الزياده يعني ده. يلا أيوة. يلا، من غير السؤالين بتوع باريس وعكس كلمه قصير دي كنت تبقى خارجه ب6 من 20. لا يا عم لا، مد ربنا. 8 دي عشان تبقى احسن شويه. طيب تعالى نروح للفقره الاخيره وهي الاسئله الصعبه، ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. طيب بعد المعجنه اللي حصلت في فقره البونص ننساها، ننسى اللي كان. والله انا فخوره، مش عايز ننسى ليه. 8 من 20 ده فخر. 28 ده رضا. ده الحمد لله. الحمد لله. انا عاجبني انك قنوعه يعني. انا عارف الراجل اللي في عسل اسود رضا. يعني ايه يعني؟ طيب نروح للصعب، يلا. والصعب معاكي فيه برضو 30 ثانيه. ماشي. خلاص يلا. ولا هتسيب لي 5 ثواني افكر ولا كام ثانيه افكر؟ 30 ثانيه افكر. ايوه يا عم ماشي، يلا ماشي. ريم، انت ما عرفتيش تفكري في المتوسط. هتعرفي تفكري في الصعب؟ بسيبها على الله والله. خير ان شاء بسيبها الله. على الله وبتيجي. مين الكاتب أوه. اللي كتب روايه شارلوك هولمز؟ طبعا عارفاه. اجاثا كريستي، كونان دويل، ويليام شكسبير، تشارلز ديكنز. اجاثا. طيب انا بدات الوقت، انا كنت ناسيه. عدي 30 ثانيه يلا. قول تاني. اجاثا كريستي، كونان دويل، ويليام شكسبير، تشارلز ديكنز. كونان دويل. جواب نهائي. جواب نهائي. بناء على ايه؟ عشان انت اتكيت عليها. انا بتك على كل الاسماء. لا بس انا حسيت ان انت اتكيت في دي اكتر، فقلت يمكن عايز يعني اتكيت على السين ومسكت في اللام الف. اجابه صحيحه. احلف والله العظيم يعني اجابه انا صحيحه. صح. اجابه صحيحه. الحمد لله. بس هو تحليلك غلط. نبيها. تحليلك غلط لان انا بتك على كل الحروف. لا مش قاصد. بس يبقى انا حدثي. طيب ما زال عندك وسائل مساعده. الحمد لله. انت شكلك مش عايز تستخدمهم خالص، عايزه تثبتي بحاوش. للناس ان انا توب. أيوة. انا فوق. ايوه عشان ممتاز. اغير الفكره دي. ما هي الدوله التي تعد الدوله الوحيده في العالم التي ليس لها عاصمه رسميه؟ ايه ده، في كده دوله ما لهاش عاصمه؟ فنزويلا، ناورو، سان مارينو، الفاتيكان. سان مارينو. عندك وسائل مساعده يا ريم. يلا احذف 2. هنحذف 2. هنحذف سان مارينو وهنحذف فنزويلا. اصلا بقى سان مارينو ومين؟ فنزويلا. عندك ناورو والفاتيكان. الفاتيكان. جواب نهائي؟ انت بتوترني بجواب نهائي دي. الفاتيكان. جواب نهائي؟ يخرب بيت كده. ان شاء الله. غلط. يا لهوي. ناورو. ناورو ملهاش عاصمه. قدر الله مش. طيب السؤال الثالث، ما هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم؟ ماشي. نشطة ماشي. يعني شغالة. في براكين مش شغالة. ماشي. هتشغل دماغنا. لا أنا عارفة الدولة اللي فيها مش شغالة، إنما شغالة دي لسه. طيب اليابان، إيطاليا، أندونيسيا، تشيلي. ماشي، هي مش إيطاليا. طيب ماشي. أنا عندي وسائل مساعدة إيه تاني؟ اتصال بصديق، تغيير السؤال والAI. اتصل بحد محدش هيعرفه. تغيير السؤال. هتغيري السؤال؟ طب انت شاكه في اجابه؟ حاسه اليابان. طيب احنا كده هنغير السؤال. اليابان هو ده كان جوابك يعني لو كنت جاوبتي؟ غلط. الحمد لله. اندونيسيا. اندونيسيا هي اللي فيها كده؟ ما هي الشجره التي تحمل الرقم القياسي كاطول الاشجار في العالم؟ اطول نرجع على حوار اندونيسيا. شجره البلوط، شجرة السكويا الساحلية، شجرة الأرز، شجرة الصنوبر. اللي هي بتحتوي على ايه بقى؟ أطول الأشجار في العالم. حاسة البلوط اسمها يعني باين عليه إنها طويلة جدا. إيه ولا أنا اللي بلوطة دلوقتي؟
طب عندك وسائل مساعده اي واتصال بصديق، هتستخدمي فيهم حاجه؟ اتصل بحد؟ اتصل بمين؟ اكلم مين؟ جنايني بقى. مين جنايني مين؟ واحد عامل جنايني ماشي. حسام خالد، تفتكر ممكن يبقى عنده المعلومه؟ هو نفسه شاكك. حسايك حبيب قلبي، عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا فاتحه السبيكر عشان انا بصور برنامج مع عمر خالد دلوقتي، من سيربح المليون. ماشي. بس معايا انا طبعا بونبون، يعني مش مليون خالص، بس عايز اقول له حاجه. انا اللي هقول له السؤال وانت تعرفي تقولي السؤال. طب بص، خد عشان ده اسمها ايه، استعين بصديق، فعمر هيقول لك السؤال. ها ماشي. ركز ركز يا حسام. يا استاذ حسام، مساء الانوار. مساء الخيرات. عامل ايه؟ كله كويس؟ كله جميل. عايز اقول لك ان ريم اختارتك دونا عن كل الناس تكلمك في هذا السؤال. ربنا يستر. طب وانت عارف هي الموضوع عارف الدنيا؟ عارف الدنيا. عارف الدنيا. طيب هقول لك السؤال، ايه هي الشجرة التي تحمل الرقم القياسي كأطول الأشجار في العالم؟ البلوط، السيكويا الساحلية، الصنوبر، الأرز. هي كده ريم استبعدت الأرز. انا بفكر استبعد انا كمان السكوية دي. احنا فعلا كلماتها بتستبعد. في البلوط والصنوبر، ولا اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. بقول لك انا هختار السكوية. السيكويا الساحلية جواب نهائي؟ جواب نهائي. حبيب قلبي والله العظيم حسيت ان انت اللي هتجيبها لي، كل اصحابي اغبياء. السؤال قبل الأخير. ماشي. ايه اسم فوبيا الخوف من العناكب؟ أراكنوفوبيا، جيروفوبيا، تيروفوبيا، الهيموفوبيا. نهار اسود، حاسه يا اراكنوفوبيا يا تيروفوبيا. تمام، فهشوف بقى اني واحده فيهم. اراكنوفوبيا جواب نهائي. طيب انا اعتمدت الاراكنوفوبيا. وحابب اقول لك ان انت ما استخدمتيش الاي اي كوسيله مساعده. ده حقيقي. واعتمدتي على، عشان انت قلت ده السؤال اللي قبل الاخير فقلت اسيبه. ما هو السؤال الاخير مش هينفع تستخدمي فيه لانه اوريدي هو صور اي اي، هتستخدمي فيه ايه؟ طب ينفع استخدم؟ سوري. لا. واعتمدتي على انه الاراكنوفوبيا هي الخوف من العناكب، بناء على ايه؟ عشان اسمها اراكنو، جاي من الاركان وهو بيقف في الركنه. منطقي يا جماعه، في ايه؟ انا بشغل دماغي، انا واحده ذكيه وبشغل دماغي. بيقف فين؟ في الاركان، فبقت اراكنو. في الركنه. ايوه في الركنه. انت عمرك شفت عنكبوت في اللاجئ؟ اكيد في الركنه. صح بيقف في ما عشان كده انا محتاره بين اراكنوفوبيا وقلت ايه تيروفوبيا، عشان هو برضه ساعات بيطير فجاه. فتيروفوبيا. بس الاثنين التانيين ممكن نوقف كلام لحد كده؟ لا استنى بالله عليك والله العظيم يا جماعه. وفي الجيروفوبيا. جيروفوبيا. طب ليه مش جيروفوبيا والهيموفوبيا؟ بعيد قوي بصراحه. بصراحه مش عارفه اركب حاجه ليها علاقه. اجابه صحيحه. ايوه صح. يا جماعه يعني انا اهو اقسم بالله. انا اهو ايه اللي انا اهو؟ انت بتقولي لي عشان بيقف في الركنه فاراكنو يعني. ده لو بتحسبيها فرانكو مش هيبقى كده. السؤال الاخير وهم صورتين برضو اي اي. ايوه هنشوف ايه فيهم اي اي وايه فيهم لا. ايه فيهم اي اي ولا لا. انا شخصيا نسيت اني فيهم الاي اي، فاستني الدرجات دي اتاكد من حاجه. يلا يا فندم. يلا ماشي. الهبل ده، دي اللي على اليمين دي الحقيقيه. دي الحقيقيه. ودي حقيقيه برضه. دي حقيقيه. دي الحقيقيه. اللي على اليمين حقيقيه، دي لا. ايه صح. صح برافو عليك. راضي عن نفسك جدا والله العظيم وحياة ربنا. طب انا لسه ما حسبتش. ما توقعتش كده اصلا. طب انا لسه ما حسبتش. تتوقعي اجيبي كام من 100؟ من 100 75. 75 75 80 كده. 80 ايه انا مش عايزه اقول 90 عشان ما بقاش يعني. لا انزلي تحت شويه. لا انا متاكد 100% انزلي تحت. تعال نروح للختام ونحسب ارقامنا ونشوف استاذه ريم جابت كام من 100. طيب وصلنا للختام يا استاذه ريم. شايفه ايه؟ انا قلت لك من 70 ل 75 صح؟ والسكور هو 72 من 100.
والله العظيم الله يا اكبر. ربنا انا صح. الله اكبر. الحلقه دي تثبت ان انا صح، عشان هو حلقة. قاعد يقول لي ايه. طب اقول لك بقى على انزلي حاجه، انزلي. هو حق الله كانت اه. تبقى 70 ليه حق الله عشان 70؟ اكرمك في 10 ثواني من بتوع البونص فاديتك طب منهم ماشي. نقطتين. طب يا عم ده هي نقطتين يا عم يعني، عم. بس انا جايبه 7 عم يا جمل. طب ينفع بعد الهزار ده؟ طب ينفع نوصل للمرحله دي؟ وحياة ربنا والله العظيم انا بالنسبه لي انت كده مرضية 70 يعني. او 72 ده اللي انا كنت متوقعاه. برا جاب 39. شفت انت واصله لمرحله ايه؟ عايزين نشوف الشهاده بتاعتك يا أبو والله العظيم عشان كده في حاجه غلط. تتوقعي ممكن حد يعديكي طول الموسم؟ على حسب انت جايب مين. انا على ما اعرفش بس حسب يعني الجهبذه. بس يعني اتوقع ان حد ممكن يعديني بصراحه. يعني بس مش هيعديني بكتير بصراحه لو الاسئله دي كده. ما هو بنفس يعني السيمتريه. حاسه وحاسه انه مش كله هيعرف يشغل دماغه زيي. هو ريم بس انا عايز اوضح لك معلومه. ايه؟ هو انت ما شغلتيش دماغك، امال ايه؟ هو انت رسمتي تخيلات ماشي. وابرزها موضوع العناكب انه بيقف في الركنه، طب ثواني، فاراكنوفوبيا نفع ولا ما ينفعش؟ هي مشيت وبذمتك كل بني ادم هيسمع الحلقه دي هتعلق في دماغه بسبب تحليلي ولا لا؟ صح؟ بس ما ده شكراً- للأسف. شكرا، يبقى انا بعلم اجيال. انسى بقى الجمله اللي دي، هوقف لحد هنا عشان ده كده غلط. نورتينا يا استاذه ريم والله. يا رب انا اتبسطت قوي. والله انا اتبسطت ان انت أوي كنت أوي. موجوده ووقعت انت ليه دايما معاكي لما بختم او ابدا الليد لازم يقع؟ بقول لك ايه، وقعت في البدايه برضه. طيب الحمد لله قدر ولطف الليد ما اتكسرش لا، وتمام. الحمد المهم انت تكوني لله. انبسطتي. اتبسطت واكتشفت حاجات جديده عن نفسي. دواخل انسانيه ما كنتش عارفاها. والله العظيم. نورتينا يا ريمو، ومبسوط ان انت كنت معايا، ميرسي يا وببسط دايما لما بشوفك، وباذن الله كده تكسري الدنيا، تحققي حلمك في التمثيل وتوصلي للي انت عايزاه، ونتقابل بقى في البودكاست بقى. أيوة. كلام عميق بقى بجد، ايه سيبك بقى من اللعب ده ايه والهزار، نشوف كده بقى ما لا تعرفه عن ريم نبيل. بالظبط، هقول لكم طريقه تفكيري دي جبتها منين. يا جماعه طالما وصلتوا للجزئيه دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ودوسوا على جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الحلقات اللي بتوصل اول باول على طول، واشوفكم في حلقات جديده، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم. باي باي.